رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأفاضل، اليوم سنتكلم حول معركة كبيرة في تاريخ المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ربما لأول مرة النبي يرسل هذا العدد الكبير من الصحابة إلى الجهاد، وليس ربما أكيد كذلك الذين يصادفونهم لأول مرة عددهم يكون هكذا كثيرا. معركة المؤتة، مؤتة محافظة الآن تقريبا في أظن باللغة العربية الآن اسمها الكرك في أردن، هناك يعني في هذه المنطقة. نتكلم حول الأسباب وحول النتائج إن شاء الله. أمير بحث حربكي أمتكارن بيجن شاركي بيخمر نكتي لجارة عولك بيخمر صلى الله عليه وسلم أو قصة صحابية زيدات شنه وشاركي عولجي أم بيجن مسلمان وروم كو بيزانس جوانات قوتن جارة عولك مسلمان و بيزانس دكافن ناوه و شارتكن جارة عولك و مسلمان تقريبا من أنا بحث جمارة ممكن نيزي 3000 كافر جي أنا عندك 150,000 يعني عجيب إنكي بيجن نيزي 200,000 دبين نيزي 100,000 عربي وان درابونه 100,000 نيزي عسكري كب روم أو جاك سروكي الوان درابية هاتي قدسي الوان درابية چمكي كتابي راوه ما بحثة كان رجا كر ما قو مكتوبك بيخنبر جوان راشاند عليه الصلاة والسلام سلطان وان القدسي بو يعني وان زمان نيزي كتابو يعني أنا عندك 150,000 عسكر 150,000 كافر 3,000 مسلمان و مسلمان ام بيجن خصوصا ابي كب پر انسان في عاجز وان عربي هانينه بلكي سبب يجي عرب اشخاص قوي ام نبونا ظلام وانا فكرنا ظلام ام چه ظلام بونه يعني وكانوا كينكي مسلمان ما ادم ما من ظلام شكون يجا هني كي درتن بي حرام ظلام من اميرن حد بيت بلا سري مصانه كي سري مجي بشه دنگ هناك ابراهيم خليل سري ما بكردي ما خليل سري ما لو ما وان عرب پر عاجز كربون يعني حتى سبب يجي انا بيجن سج عرب دكت يعني سبب يحرب هاني. سبب الحرب النبي حينما كان يرسل الرسل إلى الأمراء أرسل إلى كذلك إلى أمير في الشام، فهذا الأمير قتل رسول النبي صلى الله عليه وسلم، قتله قيده وقطع رأسه، فالنبي وصحابته تألموا كثيرا، وهذا هو أول واحد يقتل ولم يقتل غيره من الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يؤدبهم لأنه قتل السفير في العادة القديم والآن في العصر الجديد يعتبر سبب لإشعال الحرب، فقتلت سفيرا فمعناه أنت تريد الحرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعد جيشا لمحاربتهم لتأديبهم. سبب في شرهانه كتابي راوه ما كان رو بريگو پیغمبر مکتوبه جمازنه دنیای رادشان جیکی رایشان او جلشونه شاميه ابخونه سلطانه ام بجن والي رومه والي وانا عربه اما ما قوي زوراوي چو يعني يا وان عربي هانت كتابونه ظلام ابيا چاس مكتوبه که مراد چینه کا بجن برش كون كولي خلقينه تچماد به ظلامم يعني ام كولنا نبونه مير تچماد بيجي ظلامم اوي ابتني قاصد پیغمبر کشت. قاصد معنی الچی يعني اوی کشت و کی کسی نکشت يعني او قاصد مثلا ای فارس اوی روم اوی مصر اوی حبشستان پیغمبرش کرا مکتوب شان يعني افندی تمام مالتا و هر رایت بکری بین که هدیهش پیغمبرشان نکا گو همش قابل فکرن اما وی به ادب هانه اوی صحابی گرتن دستی گرتن آنی و سری جکر يعني ای اول تاریخا کو وی وقت هانه دا وجيب خلينا ترجع تكاسكي اوانك پیغمبر دشان تكاسكي نكشت ابي ابتني كشت پیغمبر عاجز بو وگو گرم يا ادب بدنك يعني بیا نابه او اد دو اوانا چت کرن لوي گروبکی چه کربون دي مسلمان عاجز کرن لوان درا عائله و قبيله و هيدي انسان يكدو مسلمان دغو امر حتي نادن و لوان خستن كشتن شرط کرن پیغمبر عليه الصلاه والسلام يذكر حضور وانا داتنه وانا بادبيه زادت كن بو مجبور امیگره شرکی بکن يعني از گران که انسان بشینم برای هر نویجی کته دا اف صحابی ماته کشتن لوی دا تربیه کی بدن وان انسان اوان راحت ناسکنن و هم ظلام مکشتیه هم جی اوی کبونه مسلمان و ظلمه لوانجد کن دکجن کاروانه که هر نورن جیوار مکه و آریاج مدینه کاروانش دگرن يعني او ایدی خرفی بون يعني
دقو ما چه هبه امن پیغمبر صلی الله علیه و سلم گو چه نابه گره بی شکلانه ام ادب کیجوان انسان هانه ربشینن. طبعا بعدما حصل النبي صلى الله عليه وسلم قال علينا أن نرسل إليهم، علينا أن نؤدبهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة قال أريد أن أرسل بعثة. النبي لم يخرج معهم، أرسل بعثة فكون تقريبا حوالي 3000 رجل من الصحابة جنود. وربما لأول مرة، وليس ربما أكيد أول مرة، النبي صلى الله عليه وسلم يعين 3 من الأمراء. إذا أول واحد هذا هو، إذا قتل فالفلان، إذا قتل هذا فلان يكون أميرهم. قبل ذلك النبي كان يرسل ولا يقول إذا مات رئيسكم عينوا أحد، ولكن هذه المرة النبي صلى الله عليه وسلم ركز كثيرا، قال الأمير الأول فلان، إذا قتل فلان، إذا قتل فلان، عين 3. وهذا معناه بأنهم سيقتلون. قبل ما يذهبوا فالنبي كان يعلم بأنهم سيقتلون. سنقول ما أسماؤهم: زيد بن حارثة، جعفر بن أبي طالب، وعبد الله بن رواحة. زيد أولا، جعفر بعده، وعبد الله بن رواحة بعده. هؤلاء عينهم النبي صلى الله عليه وسلم. پیغمبر امر كو از عسكر بشینم 3000 صحابه تكون بون. جارا عوله كد حياته پیغمبر دا 3000 صحابه درتن دچن شهر، حتى وقت 3000 نگیش نهف ده خندق دا 3000 او جنابا باجر دا بون در نکتبون. يعني حتى وقت 1000 حب، 1500 حب، 1200 حب، دو عمره دا 10,000 چون عمره او جبريت عمره چوبون. اوی جاره پیغمبر 3000 انسان حاضر کرد شان. اویا عول تشتكي حتى أنا پیغمبر نكره پیغمبر كر عليه الصلاة والسلام. معرف فهم ذكاكو أب حربهانه رابور هاي بريك پیغمبر صحابيه بشنا رابورش پیغمبر راهاتيش طرف خدا عز وجل ايوان تشتتف چه ببن مروها فهم ذكا يعني. مثلا بريش پیغمبر هيكي صحابيه بشان داد گو فلان کس مزنوه ندگو هات کشتن برای کی دیوره ندگو او جانا صحابه چون تبداتن کشتن. اویا جار عولك پیغمبر عليه الصلاة والسلام 3000 صحابه حاضر کرد گو فلان کس مزنوه ناوی زید کره حارثه زید برید گوتن زید کره محمد يعني زید گو که زید هات کشتن جعفر کره ابو طالب بری حضرت علی گو جعفر جهات کشتن عبدالله کره رواحه سيحب اف هات کشتن اف اوی هات کشتن اف اوی هات کشتن اف جار عوله اوی معناوی یک جي اف بون هر سي ورن کشتن يعني وانتين کشتن اوی معناوی اف هات کشتن فلان کس چما حتی انا پیغمبر کلمه که اوسانه دکو جانا 20 حب 50 حب صحابیات شان جانا تب هاتن کشتن جانا ام بجن جاره کیشان وانه کو جبونه خواندن قرآن چوبون ج هفته حبه شست و نه حباتن کشتن پیغمبر نگو یک مازنه و چما وی جاره گو ما فهمت که کو هر شرکی پرمازن بو اد دو یاجی راپور وی شر بریک چه بش پیغمبر رات و علیه الصلاه و السلام زان وی وان تشتات چه ببن پیغمبر علیه الصلاه و السلام وان تشتان تب جوان آسان گوهرن فلان کس هات کشتن فلان کس هات کشتن فلان کس هات کشتن ای وانا تورن سریون فکی ام انا بجن پیغمبر جوان تشکیدن اجگو النبي وربما لأول مرة حينما يرسل يعين 3 من الأمراء وكذلك يقول لهم ماذا ستعملون يوصيهم. جيش أول مرة عدده كبير سينطلق إلى مسافة بعيدة يوصيهم أوصيكم بتقوى الله وبمن معكم من المسلمين خيرا أغزوا بسم الله في سبيل الله من كفر بالله اقتلوا الذين كفروا بالله لا تغدروا ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا كبيرا فانيا ولا منعزلا بصومعة صومعة مثل المساجد يعني ولا تقربوا أو ولا تحرقوا نخلا ولا تقطعوا شجرا ولا تهدموا بناء. فنصيحة من النبي إليهم ماذا يفعلون يعني حرب مع الذي يحارب فقط لا النساء ولا الأطفال ولا العزل ليس مثل الآن يرمون قنبلة الأولاد في بطون الأمهات كذلك يقتلون مثلما الآن الحروب نسميه حروب المعاصرة ولكن حروب وحشية جدا بينما كان النبي يوصيهم هكذا هكذا هكذا. پیغمبر عليه الصلاة والسلام فان عسكرشان جار عولك أو قصة وصيتك خوش لواند كي حتى أنا پیغمبر وصيت لوان ندكر دقو دقت بكن هارن ورم سلامتي لي جار عولك هارن جيكي دور شراكي مازن احتمالكي جيبه بلكي إنسان خريب كفن نواوان پیغمبر گو وصیت اوتکم اش خدای خو بترسن یک اش خدای خو بترسن رحمه له بکن اش مسلمانه رحمه له بکن
بناو خدای خود درکبن اغزو بسم الله بناو خدای خود درکبن شر بکن دریا خدای خود هرن جوان خدای هرن نجوان کسکی شر بوان کسی که نیارتیب خدای رات کن وارا شر بکن وارا شر بکن غدر معنی خیانتی نکن کسی ببختی بکردید بجن ببختی یعنی کسی ببختی نگجن یعنی زاروک کی بچوک نگجن وصیت ایرو دنیا مدرن بیه ماشاءالله چقدر مدرنن یعنی حساب که پیغمبری وقتی چقدر نصیحت خوش زاروک نگجن دبی جنا نگجن اختیار نگجن انسان کشخال مالخ رونشی شر نکوی نگجن اوی کو کتنه کلیسه خوسته و معه اوی کو که کلیسه و دیرن وان نگجن دارا نشوتینن دارستان نشوتینن یعنی دارا جنک نشوتینن مال خلقی خرا نکن ایرو بمبا کی داویجن جوان شخصه کی 1000 حب انسان جوان شخصه کی اوجی کو نیاره وانه گواد به نیاره ما جوان 1000 حب انسانی دوگجن پیغمبر علیه الصلاة و السلام في شكل نصيحات الوانكر وهانكن 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 تاريخ بشر داجي تكسكي بقى في رسول الله صلى الله عليه وسلم نصيحتك وصل كسكي نكر يعني أبقى نصيحتك خوش. طبعا بعدما يخرج على وشك الخروج عبد الله ابن رواحة يحزن لأنه يقول ربما الله عز وجل يرسلنا إلى النار وإن منكم إلا واردها الآية الكريمة كلهم سيمرون على النار فيقول أنا أخاف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن شاء الله لستم منهم والصحابة يدعون لهم بالخير والسلامة. تشتكوا هيا جواتي وعسكر دشن عبد الله كري رواحة أبي السيا قمطان السيا دقري صحابات بنت شما دقري دبي مرنا ناطرسم نه مثلا مرنا ليه آياتك هي خديت بجا ونتاب هر سلاقرده در باس ببن وارد أبا معنوي يعني استندن geçmek بتركي يعني سر دهرن دبي الترسم كيفن ويا أجري هاني أجوي الترسم يعني ناش تشتكي دبي أنا إن شاء الله وندبي دهرن ليه ونبسلامتي در باس مراسة كبريكي سر أجري هج بريكي ونسر در باس من إن شاء الله وناكن ويا أجري هاني دقیق ویا پاشین ليش قش خدای خود ترسن يعني حساب جهنميت كن حساب تشتكي دينا كن دبي مش بيات ترسن وصحابه جمره دعايات كنت بيننا ان شاء الله ونبسلامتي هرن ونبسلامتي ورين. طبعا ما في الامر الصحابه حينما يذهبون الى المكان الذي هو مستعد للحرب يرون عدد كبير عشرات الالاف بعض الروايات يقول 150,000 بعضهم يقول 200,000 ولكن عشرات الالاف. فالصحابة يقول ماذا نفعل يومين وهم يشاورون هل نرسل إلى النبي ماذا يقول نفعل ما نفعل. في الأخير عبد الله بن رواحة يقول يا جماعة يعني لماذا تترددون نحن أمامنا طريقين إما الشهادة وإما النصر الاثنين نحن نريد بعضنا نريد النصر وبعضنا يريد الشهادة لماذا تردد. فيقول خلاص نذهب إلى الحرب فيذهبون ويبدأ المعركة يعني. تشتكي هاي وان صحابيتين تماشت كن جيك بيغمبر قوتيا چه بدينن يعني 100,000 150,000 انسان لوينه هم عربن وهم شي رومن 150,000 وانايش فقيره 3,000 يعني 3,000 بتنينه ودولتين عسكري جندينه وكما فقيرن يعني لورا الروم دولت بو دولت هذا الشرع وندها سيستماوي سلحي تشتوان هبون انا فقير جندينه هاتنا يعني. حاصله كلام دروجا صحابه نزيكي وانا بالنابا خدا مذاكرات كن ام چه بكن چه نكن اولا جن تماشات كن دوری و دورما وان چقايه جماره وان تقريبا چقايه ايما چقاسن ور حاصل داوي عبد الله كري رواحه ابيك ما گو گوادي بشكي گريا ابو او جوانه بجا انا وچما قصا ورداوي دا چن خبردن لورا صحابيات گو مش پیغمبر مكتوب بشين کاج مرض بيچد بلكي گو ورن بلكي گو بس از اینكي ديج ورا بشينم دوره يعني مسافه ساعات كي جننا يعني دروسي رو 5 رو بلكي هاتنا دوره ابي اقول انا وچما ساكنو او دبن بقرارن يا امي ورن كشتن بن شهيد يا جامي شربكم سربكم مش هدي هيك يعني چما ساكنو ون ددلن ور حاصل بي قوتنا انا كش مرات بي صحابات بيجي والله تراست بيجي يعني يا كشتنا يا سركتنا بسربك يا مش كيف امتي ورن كشتن يا مشهيدن يعني چما ماكنو ددل بونه ور حاصل ودش نيزيكي وان دس بشردك يعني. طبعا المعركة الكبيرة يوم واحد وكتب التاريخ يقول في كل المعركة قتل من المسلمين حوالي 12 واحد ليس كثير هكذا عدد قليل ومن الكفار ربما بالآلاف ولكن
زيد بن حارثة يقتل يحمل جعفر الراية، جعفر كذلك يهاجم عليهم لغاية ما يقطع يد اليمنى وبعد ذلك يد اليسرى، فيسند العلم إلى عنقه إلى رقبته فيأتي كافر ويضربه، ربما أو بعض الكتب يقول شقه إلى نصفين هكذا فيستشهد، فيبدله الله بجناحين من الذهب في الجنة. لذلك يقول جعفر الطيار صاحب الجناحين، الله عز وجل يعوضه بالجناحين. وبعد ذلك عبد الله بن رواحة يحمل الراية وهو كذلك يستشهد. وبعد ذلك أحدهم يرفع الراية فيبحث فيسلمها إلى خالد بن وليد. خالد يقول لست أولى بحمل الراية، ولكنهم يقول أنت أدرى بالمعركة بالحروب، فيسلمونه إلى خالد. فخالد يكمل اليوم إلى الأخير وهو يدافع بهذا الشكل، ويقول ربما أكثر من 10 سيوف انكسروا في يده. خالد كان سيف من سيوف الله كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فانتهى اليوم بهذا الشكل، لا غالب ولا مغلوب، فاستطاع خالد أن يجنب الجنود القضاء المطلق، فأصبح الوقت مساء. سنقول ماذا قام به خالد رضي الله عنه. شهر دست پیکر زید دا پیش عادت مسلمان اکی بایرق دستی دا به اول پیشه، یعنی دا پیش شهر کر فقیر و زید شهید کت. جعفر کرد دست خو. جعفر بری حضرت علیه دامار عائله پیغمبر دامار کان کی ده میرن، یعنی میران یا مشکی نه نورمال بس کی زیده، یعنی تا زیده تره اک حضرت حمزه بشه نه نور جنواجی میکم میران، یعنی صافیه کتبی رو مگو صافیه چانی سر خلقی متى پیغمبر علیه الصلاه و السلام. جعفر شر کر حتی دستی وی راست جای کرن اغ بایراق پیرایه دستی دنی کر دستی خو ناگه قیره ها اما پیچه ما خوین جته ام خل عرده درشت کن آی تانسیونا من که شکرم رابو خوینه بدن من مل جيبو مل كربي دستي هاني شهر دكات دستي وان دورن حتى بيا يشكرن نقري يا خل عدد رج نكر بايراق يا واسفارت استيخو اوا برا نكبه خاري بايراق اسلامي نكبه، يعني هر علم رايه بكردي بيج الرايه بايراق الا، يعني شرفه يعني برا نكبه خاري سفارت استيخو برا هل بياب من لا اله الا الله حتى كافرك اللي خست دبي كرد شق، يعني هواكينو. جعفر رضي الله عنه شهيد كذا. عبد الله كل راوحات كذا استخو عبد الله بشكي كان دقائق يا كان سنه تردد بيرا شهيد به انسانه بنفس اخرى مجادلات كاشار بكم اشار نكم داويش نفس اخرى بيجه تشترسي تج نقطه كي اف تشيبوت كتي في حاله هاني تناخذ هاري جنتي قي والله قصيت بشكي شعبت درك بيجتي شربكي حتى تاري جنتي يا بتشكي تردد كي، يعني داوی اوی شرط که اوی شهید که و بایرخت که و خواره علم اسلام رایا اسلامت که و خواره کد که و صحابی که دنی رات که دبی یکیش خواب دینن برای که بسروک ما دبی انت دبی که خالد لکی از دم خالد جار عول خالد که و نوان خالد کره ولید خادج رازی به دبی خالد هاشتا خالد دبی حیرت دهاب قیمتی، يعني از نوب مسلمان از اوقاسا انسان کی مازننم ولا دبي اي زانم تجزاني كنت له اقي بياي تزان ابيا شر ابيا تشكيدنا، يعني ده حضرتي خالد اورو حتى ايفاره مسلمانه د باريزه شردكه بخود بيجاد دست من ندي حب شور تفشكيان شور تفسيده دشكيان، يعني پشت كتبه ايفار ور حاصل عادت و برد بو ايفار شرط سكني هر کس خو يسرحت كر خورنا خو نان خو بريندار خو فرداويدا حتى بو ايفار شر وقتانه سكني كان انا تماشا كن خالد شواكر كرويتي جواب يعني. طبعا في المساء خالد بن وليد عقل عسكري جدا ليس سياسي ولا محنك في الحرب، فهو مباشرة بالليل قام بتغييرات في الجيش، قدمت جهة وأخر جهة، خربط الجيش اليمين أتى بها إلى الشمال ومن الشمال إلى اليمين، وكذلك جعل مثل الأشخاص على الجمل من البعيد كأنه هناك محارب على الجمل كأنه جند جديد. ففي الصباح حينما فاق جند الروم ورأوا أمامهم أشخاص لم يروه بالأمس خربطوا، اليمين ذهب إلى الشمال والشمال إلى اليمين، الخلف أتى إلى الأمام، وهناك رايات في أماكن بعيدة، فقالوا وصل المسلمين المدد،
فخالد رضي الله عنه لم يحب أن يسحب مباشرة، ولكن كان خطته هكذا: نحارب ولكن ننسحب شوية، نحارب ننسحب، حتى يظن المشرك بأننا نسحبهم إلى مستنقع. فحينما رأوا بأن المسلمين يحاربون وينسحبون، يحارب ينسحب، قالوا لا تتبعوهم، هؤلاء يستدرجوننا إلى الصحراء ونحن في الصحراء لا نستطيع أن نحارب. فبهذا الشكل استطاع خالد رضي الله عنه أن ينجو بالمسلمين، وكفى الله المؤمنين القتال. حضرت خالد براستی عسکره پولیتیکا تایید بیشن و دوگو هفته چوی مگو کیسنجر اینجا کیسنجر حربه حضرت خالده يعني عقل هنري كيسنجر وزير امريكا الشتري وانا وملعونه كي مازن عقل ايجابياجي حضرت خالد بلكي انسان وكوي د حربه دا كيم هبن كيم ها بو شاف نسكني او سي حذر بري عادات حربه همبر هبت ساكنين او هابو حضرت خالد ابي الي راسي اني چپه اوانا آلی الور اوه کل پیشن و بر داوی اوه کل داوی نوانانی پیش ور حاصله کلام هنکا شان داوی گو هرن داوی دال دوا سیارن یا جه هنکی دوا بینن دارک مارکا شکلی انسان سرا چیکن برابج نوع عسکرش مارش داوی ده هاتن يعني دفن دوره مثلا 500 متر دوره تنظاني انسان سره یا انسان تنه سره هیکلکی چیکن يعني دارک مارکا پیوادانن عرب وش کن جلی اون پرمون هفت لفاندن سر اسم روم رابو تماشا کرد چه تماشا کرد ابیا دو نلفرا بو والله الله ابیات کدا هاتیه فرا ابیا تماشا کرد گویا دو ابیات نه بو یکی دی هاتیه دوری و تماشا کن دومان هه و این کی تشمشت هنه گفت خدا و امداد کیج مسلمان را هاتیه عسكر هاتن جواره يعني ترسيان خالجي نگوام ما بزفرن گو ام شهر بکن پلانه و ام شهر بکن ام پاش دارن ام لوان غرو پاش دارن براوانا زم بکن که ام واندکشین دحفکه کی دحفک تو زاخه يعني والله شهر دکن تيجانا زارو كبرا دابج مربا ودرافن سيحب كبرا دابن تيحب شهر دكن سيحب ادوكشن باج داتشن دكنو باج داتشن كافرا گونا گوبسنه والله وات شتي غريب چه بونه والورن داره انسان هنه وگو چول اف چول هانه گوام هرن امن کارن بزفرن امن کارن برادر كيفن گو بلم برهرن يعني وانا حلال مدكن مدكشين سر عردك او تخوازن في شكل حضرت خالد مسلمانا جوی فلکت مازن خلاص کر ویا جی میرانیاویه ام بیجن ایجا پیغمبر علیه الصلاة والسلام جی وی شرحانه زندی پیغمبر جوان را دو علیه الصلاة والسلام و حتی وقتی کد بیجا جی پیغمبر علیه الصلاة والسلام دگریا استرش عبید هاتن رضی الله عنه وارحاصل كلام انا ويجبر بيجن. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لأول مرة يلقي الحرب مباشرة بس مباشر كما نقول. الصحابة في المعركة، النبي في المدينة وهو يتكلم يقول حصل هكذا فقتل زيد بن رواحة استشهد، والنبي حينما يقول هذه الكلمات وهو يبكي كأن الحرب أمامه ينظر ويبين للصحابة يقول وبعد ذلك حمل الراية جعفر فقتل، بعد ذلك عبد الله بن رواحة والنبي يتردد شوي يقف يعني فأقرباؤه يتألمون يقولون ماذا حصل كأن صاحبنا لم يعمل شيء، وبعد ذلك يقول استشهد فيفرحون، وبعد ذلك النبي يقول أخذها سيف من سيوف الله ففتح الله عليه. خالد بن وليد يرفع الراية وبعد ذلك الله عز وجل يفتح عليه، والنبي يقول وهو يبكي. فرب أول مرة النبي يلقي أحداث المعركة على الصحابة وهو في المدينة كأنه ينظر إلى هذه الأحداث. پیغمبر صلى الله عليه وسلم دو جامعه ده المدينة خو وانا لوينه وكاكو تلفزيون برپیشیایی به اوجه تلفزيون جت نبو لی دمکی خدا عز وجل تنبر چعب پیغمبر تماشات که صحابیه رح شرد بيجه شر دست بکرد به خالد علمه کرد دست خو عفوا زید شر کرد حتی که زید شهید کرد. داوید به جعفر کرد دست خو جعفر شهید کرد. حتی دبی پیغمبر هر جاره که شد به پیغمبر دگری علیه الصلاة والسلام صحابی وینه حوالی وینه الجمال اقربای وینه ابی که ایمان آنینه هر خبر ده و پیغمبر دگری دبی فاستشهده دبی فلان کس را کرد عبد الله بن رواحه کرد دست خو فقاتل فاستشهد شهید کرد او پیغمبر دگری علیه الصلاة والسلام. داوید به فاخذ الرايه سيف من سيوف الله
حبکی شور خوده خالد کار وریدت گوتن شور خوده دوی کرد دست خو رب عالم سردستی مسلمان هم سرخست مسلمان سردستی بسرکتن دوی شریعانه دا قازانج کرن طبعا همی حفتاتی انشاءالله اوی دريج بيجن رب عالم يجوان صحابي راضي به ان شاء الله وضاويه بشرانه شاب ورب عالم مجي جريا وان دور نخنا ان شاء الله. نلتقي في الجمعه القادمه ان شاء الله. ابقوا في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.